بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على الجميع. النهاردة أول رمضان زي ما قلنا لكم وعملنا تنويهات على صفحة زانوسي على الفيسبوك ان احنا هنبقى متواجدين معاكم خلال شهر رمضان الكريم كل يوم، نعمل معاكم وصفات ونستنى اسئلتكم ونستنى اللي انتم محتاجينه علشان خاطر ننفذها لكم عملي. النهارده عشان اول يوم في رمضان بيبقى فيه العزايم موجوده بقى، وكل الناس بتذبح البطتين اللي فوق السطوح، واللي مربي عنده شويه حمام بيذبحهم، واللي عندنا طبعا العزايم بتبقى كبيره. هنعمل لكم حاجه فكره جديده قوي للعزايم، هتبقى فطيره مكونه من البط والحمام. بط وحمام يا شيف يسر مره واحده؟ طبعا. القصه ببساطه ان هي هتاخد الفطاير دي، هتاخد حمامتين وهتاخد بطايه. برضو عشان برضو ما نقولش ان الموضوع صعب، يعني احنا عندنا مكوناتنا عباره عن بطايه سلقناها وخليناها. انا عايز اقول مكونات ميه السليق عشان برضو تبقى حاضرين معانا. حطينا ميه على النار فيها بصل جزر كرفس ورق لوري ومستكه وحبهان. بدات تغلي الميه، حطيت فيها البطايه وسبتها. اول ما بدات تخش في السوا قمت حاطط معاها جوز حمام. بقى كده سلقنا البط والحمام في نفس الخليط، يعني اللي هو الميه. بعد ما لازم علشان خاطر لازم نفصصها، لازم نطلعها وتبرد، فمش عايز ادخلكم في غلبه السلق ونقعد كتير نسلق وكده. ادي البطايه بعد ما اتخلت، وادي الحمام. هتلاقي الحمام شويه صغيرين اهمت، يعني مثلا ربع كميه البط. يعني دي البطايه بعد ما خليناها، ودي الحمامتين بعد ما خليناهم. هنخلطهم مع بعض. وعندي كوبايتين من الرز البسمتي المسلوق، وعندي كمان رشه قرفه، وكمان عندنا شويه بهارات، وبصلايه كبيره مفرومه، ونص كوبايه من الزبيب، وعندي نص كوبايه من اللوز المحمص، ونص كيلو من الرقاق. نقول تاني. بطايه سلقناها في ميه فيها بصل جزر كرفس ورق لورا وحبهان ومستكه، كل النكهات وزعتر اللي انتوا بتحبوه. بعد ما اتسلقت البطايه ودخلت في السوا، قمت مدخل عليها كمان حمامتين سلقتهم، استنيت لما يبردوا خالص، وخليت الحمام والبط لوحده اهوت مع بعض. وبعدين عندي نص كيلو من الرقاق، نص كوبايه من اللوز هنحمصه مع بعض، وعندي كمان بصلايه مفرومه، نص كوبايه زبيب، كوبايتين من الرز البسمتي المسلوق، ومعلقتين 3 سمنه اهم هنجيبهم هنا، وكمان قرفه وبهارات وملح وفلفل طبعا. اول حاجه هنعملها هناخد اللوز نحمصه عشان نخلص منه، لان اللوز مش عايزين نحمصه يبقى محروق. شايفين انا حطيت اهو، بفضل اقلب فيه عشان ما نسويش على النار، لان ده من الحاجات الحساسه جدا. شفتوا الحركه اللي انا بعملها دي؟ طول ما بقلب كده في اللوز هيفضل يطلع معانا صح. يعني ايه صح؟ يعني هتشوفوا دلوقتي لونه هيبقى يصفر. ممكن اجيب دي هنا ودي هنا اهو، لونه يصفر معانا ويبقى كويس قوي. عايز اقول لكم حاجه، انا خدت كوبايتين من مرقه السلق خليتهم على جنب. كوبايتين من مرقه السلق او الشوربه بتاعت السلق بتاع البط والحمام خليتهم على جنب. وبعدين حاضر هنشوف دلوقتي. اول ما اللوز بتاعنا يتحمص، حد هيقول لي ده اللوز غالي والموضوع ده. لا يا جماعه، ممكن نستعمل مكان اللوز السوداني، مفيش مشكله. السوداني رخيص وموجود. لكن انا لو عندي شويه في الثلاجه كده كانوا باقيين من السنه اللي فاتت، حطيتهم في الفريزر، ممكن اسلقهم واحمصهم بالشكل ده، يبقى جميل جدا اللوز عندي. شفتوا اللوز بدا لونه يصفر اهو. شفتوا؟ بس عشان عايز اقول لكم معلومه، قوه البوتاجاز جامده جدا بتاعت زانوسي. فشفتوا الحركه اللي حصلت دي؟ يعني درجه الحراره هنا زي ما بنقول غير طبيعيه اهو. لا مش هتنفع نعملها تاني غير بالصدفه. لا هو انا مش عايز انزل زيت عشان ما تعملش مشكله يعني. طيب ادي اللوز خلاص لونه بقى اصفر معانا، هنفضيه ونسيبه كده في الطبق، ونشيل دي خلاص مش محتاجينها. وبعدين نبدا نشتغل على موضوع الحمام. ناخد معلقتين سمنه، الحمام والبط طبعا. بعدين شفتوا بقى الطشه دي عشان توريكم قوه درجه الحراره. زيت، سمنه، قصدي سمنه والبصل مشوح تشويحه بسيطه خالص اهو. وبعدين ننزل عليه بالبط والحمام الاول اهو. اخد الكميه اللي انا محتاجها عشان خاطر انا عندي كذا واحده، هنعمل كذا واحده. لقيت البطايه كبيره مثلا، احنا جايبين بطايه كده سوداني كبيره، لقيتها زياده، ممكن اسيبها لحاجه ثانيه نطلع لها اختراع ثاني يعني.
يبقى انا حطيت السمنه والبصل مع الحمام والبط كله متقطع مسار رفيع. الزبيب نقلب، بعدين الرز، كوبايتين من الرز المسلوق البسمتي ونقلب. الموضوع سهل قوي بس طعمه مشهي، طعمه حلو قوي، جربوه. لازم طبعا انا صايم بس برضه الواحد بيشوقكم للموضوع يعني. طيب وهنا ادي شويه القرفه، رشه القرفه، وبعدين خليت نقطتين بس هقول لكم عليهم، وادي رشه البهارات وبرضه مش كتير يعني عشان النكهات بتاعت البط والحمام تظهر معايا. واخيرا هنعمل ايه؟ هنجيب كوبايه الشوربه او كوبايتين الشوربه. طيب انت يا شيف يسري بتحط شوربه على الحاجات دي ليه؟ عشان كله يتجانس مع بعضه ويطرى ويبقى طعمه كويس وزي ما انتم شايفين. انا بس هطلع اجيب فورمه من بره عشان خاطر هنعمل فيها كنافه وهرجع لكم تاني. هنا الفورمه دي هنعمل فيها كنافه لاول مره هتشوفوها. انتوا ممكن تشوفوا كنافه اليومين دول بتتقدم بطريقه مختلفه. انا هشيل بس البلاد دي من هنا كلها، ننضف المكان حوالينا كده ونرجع تاني نقول لكم على طريقه الكنافه. هتلاقوا في كنافه بيسموها كورنيه، كورنيه يعني قراطيس. هتلاقوا في كنافه معموله كده زي عيش البلبل ومحشيه بنفس الحشوه اللي احنا هنعملها بالشوكولاته، ولكن هنعملها النهارده بجناش الشوكولاته وهنغطيها بشويه كريمه كده وشويه فستق وهتبقى حلوه قوي. انا مستني بس لما الشوربه اللي انا حاططها دي تبدا تتكاثف يعني تطلع معايا، وبعد كده هناخد مع بعض الرز يكون اتشرب مع الحمام والبط بالشكل اللي انتم شايفينه. طب يا شيف يوسف انت ما حطيتش اللوز ليه؟ لا اللوز ده اخر حاجه عشان يفضل مقرمش زي ما هو. انا لو حطيته مع الشوربه ومع الرز هيطرى، وانا مش عايز يطرى معايا. شايفين اهو بدا كله يتشرب بالخليط يبقى كده شكله وريحته جميله. ادي الخليط اهو، هسيبه برضه على النار شويه ونروح بقى عشان نشتغل على موضوع الفطيره. زي ما قلت انا ممكن اعملها فطيره زي الرول واحطها على الجريل تتصبع معايا وبعد كده اخدها اقطعها واقدمها. ممكن اعملها فطيره مقفوله وده هنشوفها دلوقتي، وممكن اعملها فطيره تانيه معموله بطريقه مختلفه ان هي تبقى متطبقه. فاحنا هنشوف. انا هجيب بس بوله كبيره هقول لكم ليه، ونعمل الفطيره بطريقه زي ما قلت مبتكره شويه. هنجيب هنا الرقاق بتاعي اهو. الرقاق الطري ده جميل جدا في كل الحاجات، في كل الشغل. ناخد واحده، طبق التاني برضو، بس ما تعرضهوش للهواء علشان خاطر ما ينشفش، لان لو نشف خلاص هيتكسر يبقى عامل زي الرقاق الناشف. فالرقاق الطري اهو. ناخد معلقه من السمنه نحطها في البوله دي كده وندهنها، وبعدين اشيل الزيادات اهو، وناخد بقى جواها الرقاقه ونضغط بالراحه بنسكنها جواها. والله يا شيف انت بتعمل اختراعات غريبه، بس يا جماعه حاجات مبتكره. رمضان كريم بقى ورمضان بيحب الاكل واحنا لسه اول يوم في رمضان، فليه ما نبتكرش ونعمل حاجات مختلفه. طيب ايه الخليط الموجود ده قبل ما احشيه؟ هذكركم تاني، هو عباره عن الحمام وعن البط وعن الرز المسلوق والزبيب ورشه من القرفه ورشه من البهارات. حابين تديله رشه جوز الطيب يبقى روعه. هناخد كده بسم الله ونحشي معانا اهو لغايه ما تتملي معايا. الشيف يسري كان الموضوع كده شكله فعلا خطير. طبعا ما احنا لازم نقدم لكم حاجات جديده. وطبعا عايز اذكركم ان في رقم واحد بس هو الموجود بتاع صيانه زانوسي. لسه النهارده حد من اصدقائنا بيسالني بيقول ده في اعلان بيقول كذا 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 كذا، قلت لهم لا يمت لشركه زانوسي باي صله خالص. شوفوا بقى انا هقفل كده، بس انا بقطع الرقاق عشان يقفل معايا اهو. ادي اول قطعه، وبعدين نقطع كده تاني. ما انا لو حطيت الرقاق زي ما هي سليمه مش هتقفل معايا. شايفين انا بقفل ازاي؟
اهو كل يوم هتلاقوا جديد وكل يوم هتلاقوا افكار اهو شايف اهو يا حبيبي والله يخليك. وبعد كده نقفل لغايه ما نكمل بالطريقه دي كل القطع الزياده. لو انت حطيت رقعه واحده بس مش قليل على كميه الرز، لا مش قليل، ده احنا بنعمل يا جماعه حاجه ابتكار لاول مره بتشوفوه هيعجبكم جدا. شايفين انا بضغط ازاي؟ ما بقلقش خلاص. في فكره كان ممكن احط لوز جواها، لكن انا هحط اللوز اجمل بيه في النهايه عشان يفضل محمص زي ما انتم شايفين كده بالطعم المقرمش اللي هتشوفوه. هنجيب صينيه ندخلها الفرن، وبعد كده ناخد معلقه من السمنه نحطها في الصينيه وندهنها كده، ونقوم قلبين عليها الفورمه بتاعتنا دي بالراحه، ونرفع الفورمه. عايزين بس حاجه نرفعها بيها عشان انا ما عنديش ضوافر اهو. اما نيجي نرفعها كده هتنزل معايا، شايفين؟ هو ده اللي انا عايزه، الشكل ده اللي هي تبقى عامله زي البوله المقلوبه وخلاص. ونحط عليها برده معلقه من السمنه كده، سمنه دي بلدي بقري، سمنه دي بلدي بقري، اوعوا تستعملوا غير سمنه بلدي. وندخلها فين بقى؟ في الفرن تحت الشوايه اهو. تشغل بس تحت الشوايه كده، ونقول لكم استنوا عليها شويه اتفرجوا عليها. نجيب واحده تانيه، الموضوع لسه ما يخلص، نجيب واحده رقاق تاني ونشيل الباقي نلفه، علشان يا جماعه الموضوع الرقاق ده لما يطرى او سوري لما يتعرض للهواء بينشف يتكسر. يبقى انا هشيل الرقاق الزياده كده اهو، نستغله في حاجه تانيه. وزي ما قلت الباقي الموجود عندي هفرده، احنا قلنا ان احنا هنعمل بطريقتين. وبعد ما هفرده كده هناخد عليه الخليط بتاعنا. شكل الخليط لوحده يا جماعه حكايه، يعني ايه حاجه كده مشهيه وطعمها حلو قوي، وزي ما بنقول لازم تجربوها. ومش عايز بقى تقولوا لي اصل الحمام واحنا في اول يوم في رمضان والموضوع، كل الحكايه هي حبطايه وحمامتين هتكفي الاسره كلها، الناس كلها اللي في الاسره هتاكلها. ويا سلام بقى لو عندي عزومه وعازم حد وقدمت لهم الطبق ده. ناخد كده نلفها زي ما انتم شايفين رول اهو، ونقفلها خالص خالص خالص، وبعدين ندهنها بالسمنه من فوق كده، ونروح على الشوايه نشوف اخبار الشوايه ايه. نشغلها الاول عشان احنا ما شغلناهاش، تاخد دقيقه تسخن، بدات تسخن. طيب واروح اجيب الخليط ده كله ارفعه ونحطها فين؟ على الجريل بتاعنا، ونجيب كمان شويه من السمنه ندهنهم على الوش عشان لما اجي اقلبها يبقى مش محتاجه غير ان انا اقلبها وخلاص. هي هتصبع وهوريكم شكلها دلوقتي. خلاص احنا خلصنا كده، تعالوا مع بعض بقى نعمل الكنافه. بس خلي بالكم لازم نخلي بالنا من اللي موجود جوه الفرن. طب يا شيف انا لو عايز اعمل صوص، يعني طلعت في دماغي اعمل صوص. فاكرين المرقه اللي كانت موجوده معانا بتاعت البط اللي احنا سلقناه؟ هنجيب معلقه زبده، معلقه دقيق، وشويه كريمه لو عندي، وهعمل شوربه عاديه جدا، اعمل اورو، وبعد كده هربط بيها. يعني مثلا اهو هنعمل قدامكم كله طبيعي، عايزين معلقه دقيق بس. شويه المرقه الموجودين عندنا دول ما رميناهمش، اوعوا تقولوا حاجه. طاسه ونجيب حته زبده ودقيق، وبعدين اقول لكم على مقادير الكنافه اهي. مقادير الكنافه على بال ما نحضر. لو انا عايز اعمل صوص، انا مش قلت لكم لو انا حابب اعمل صوص احطه على الفطيره مفيش مشكله، عايزين تقدموها كده ناشفه برده مفيش مشكله. يبقى انا الصوص بتاعي هيبقى شويه من مرقه السلق، حتتين زبده وشويه دقيق وشويه كريمه، ولو عندي معلقه صويا صوص مفيش مشكله برده هحطها تديني لون مختلف عن الشكل اللي احنا هنشوفه. كمان الكنافه بقى عارفين في خالد عليش الله يديله الصحه، يعني حد من الشباب الجميل اللي انا بحبه وصديقي، يعني كان بيقدم البرنامج بتاعه كل شويه في الكنافه في الكنافه. اول ما بسمع كلمه الكنافه بفتكر خالد عليش. نص كيلو من الكنافه، نص كيلو من الكنافه. نص كيلو الكنافه ده هنحشيه بحاجه اسمها جناش شوكولاته وكريمه.
احنا هنشتغل في كذا حاجه عشان خاطر ايه نلحق وقتنا ونخلص الحاجه وما ناخدش من وقتكم كتير. اول حاجه هناخد الكريمه اهي، حوالي كوبايه كريمه عشان نخفقها، ورجاء لما تيجي تحطوا الكريمه في المكنه لازم تكون عينكم عليها عشان ما تقفش، هتلاقوها عملت ايه يا ربي، عملت زبده اهو. هنرفع دي كده وبعدين هنحط الدقيق، هتاخد اقل من 5 دقايق الحاجات دي كلها ان شاء الله ان شاء الله. فهنحط بقى ايه المضرب، بعدين نصب عليه الكريمه حوالي كوبايه ونخفقها. بعد كده هنحطها في الكيس بتاعنا، وبعدين هنحطها في الكيس من غير سكر. مش هتفرق من غير سكر، عارفين ليه؟ لان انا عندي الكنافه اصلا فيها نسبه من السكر محطوطه في الكنافه نفسها، وعندي كمان جزء من الكنافه فيه سكر في الشوكولاته، فمش محتاج احط هنا سكر. هقلب واسيبها تتخفق معانا، واروح بس كده على الفرن بتاعنا. الله الله الله، هو ده يا جماعه، شايفين الشكل ده؟ هو ده. شوفوا بقى دي القرمشه دي، هسيبها كمان دقيقه في الفرن بتاعنا. عارفين فرن زانوسي ده من احسن الافران الموجوده، لانه احنا حطينا قدامكم الفطيره بقالها قد ايه؟ نحسبها ما كملتش 4 دقائق. شفتوا الشكل عامل ازاي؟ هفضل مع الكريمه شويه بشويه لغايه ما تتخفق معايا، واجيب الكيس. وبعدين من غير كيس ممكن نحطها لو ما عندكوش كيس، بس طبعا هنستنى عليها لما تتخفق معايا. اول ما هتتجمد هقول لكم هنعمل ايه. الموضوع يعني كل حاجه بسيطه ما فيهاش مشاكل. خلاص اروح ابص على اللي احنا حاطينه على الجريل، بس يا رب ما يكون. شفتوا بقى؟ بس دي الحته دي اتحرقت، مش مشكله هنعوضها. بس شايفين التقليمه دي؟ هستنى كده لما تاخدها. مش محتاجين اكتر من كده. نجيب طبق وانا معدي ابص كده على الكريمه، وبعدين نرفع اهو بالراحه. نرفع دي كده ونحطها هنا عشان نقطعها قدامكم دلوقتي. اخبار الكريمه ايه؟ خلاص فاضل لها دقيقه واحده بس. زي ما بقول لكم الكريمه اللباني لو حطيتوها اكتر من لازم هتعمل زبده، ولو عملت زبده هتبقى فيه مشكله. فاحنا عشان كده لازم هنا تكون عليها في المكنه بتاعتك. نكمل بقى مقادير الكنافه كده والعجان شغال. ايه مقادير الكنافه؟ عندي نص كيلو من الكنافه، كوبايه من السمنه، عندي نص كوبايه سكر، وعندي كمان كوبايه كريمه وكوبايتين شوكولاته قطع. هناخد بس عشان نعمل الجناشه. يبقى كوبايه الكريمه اهي، اول ما هتسخن احط عليها الشوكولاته واشيلها من على النار عشان تعمل معايا الجناش. كل حاجه انا بعملها لكم اهو طبيعيه 100%. تاني اذكركم، حطينا هنا كوبايه من الشوكولاته، يعني حوالي 200 مللي من الكريمه السايله، وعليها 400 جرام من الشوكولاته. بضربهم مع بعض اهو عشان يدوني الجناش اللي انتوا هتشوفوه. لازم تبرد بعد ما تسخن معايا كده وتسيح، ارفعها من على النار خلاص وتبرد خالص معايا. اروح ابص كده خلاص حلو قوي. شوفوا بقى الكريمه، بسم الله اهي، ده اللي انا بتكلم عليه. لو استنينا عليها شويه هتسيل. انا مش محتاج، لو ما عنديش كيس ببلبله مفيش مشكله خالص، مش لازم اقدمها بشكل جمالي قوي زي ما انتم متخيلين. انا ممكن اعمل حركه اصب عليها، هتشوفوا دلوقتي. انا بس هجيب سكينه عشان بقى نقدم الفطيره والفطيره الثانيه، ولازم نخلص بسرعه. الله، هو ده يا جماعه اللي انا بتكلم عليه. انا عايز طبق عشان نحط فيه. خليها هنا دلوقتي ثواني عبال ما اجيب طبق نحضره. الطبق الكبير، اي طبق. طيب هقطع دي عبال ما نجيب طبق بس المربع او الكبير، ونقدم دي بالشكل ده. بصوا بقى، هنجيب طبق التقديم
ونحط الفطاير بتاعتنا واحده اهي، وانا فاتح 2 عشان تشوفوا شكلها، وهجيبها لكم هناك بالراحه. انا كان هدفي ان انتوا تشوفوا الرز وهو طالع كده بالمنظر ده اهو، مع الحمام والبط. وادي قطعه، وادي القطعه الثانيه، وبعدين اجيبها لكم هنا. طيب تعالوا نتكلم بسرعه على الكنافه، لان كده ايه وقتنا هيسرقنا، واحنا لسه قدامنا حاجات بسيطه. بس هجيب طبق، افضل اي طبق، خد دي معاك. بصوا بقى، شويه لوز هنا عليها، ورشه قرفه صغيره كده بالايد عليها، ولسه الطبق التاني هنعمله. حط السمنه على الكنافه على السكر، ونعملها ديسك هنا وله حرف، وندخلها الفرن لغايه ما تستوي. اول ما بتخرج بديها الشربات. يبقى انا عملت معايا زي ما بقول لكم ديسك او تارت، زي تارت صبري بالظبط من الكنافه. عشان بس وقتنا خلاص قرب يخلص. عندنا هنا حطينا السمنه على الكنافه على نص كوبايه السكر، دعكتهم مع بعض وحطيتهم في الفرن بتاعتنا دي، وعملت لها حرف زي تارت سابليه. وبعد ما استوت حطيت عليها ساعتها شربات وسبتها تبرد، وبعدين نقوم جايين كده وهنوريها لكم دلوقتي. بسم الله. بصوا بقى، ركزوا معايا في اللي جاي ده. ده شكلها النهائي بعد ما طلعت معايا وصبيت عليها الجناش اللي احنا عندنا لسه اهو عاملينه، بس لازم يبرد. يعني ايه لازم يبرد؟ لازم يتلج خالص علشان لما احطه يبقى ثابت بالشكل ده، شايفينه اهو ما بيتحركش. وبعد كده نجيب معلقه وناخد الكريمه بتاعتنا. عندنا كيس ببلبله، عايزين تاخد اشكال جماليه مفيش مشكله، عايزين نحطها كده بشكل عشوائي مفيش مشكله برضو. اي تشكيل كده تعجبكم اعملوه ونزلوها، واستمتعوا بالطعم والشكل والجمال اللي انتم شايفينه ده. انا مش بعمل حاجه انا بعمل حاجه سرياليه يعني اهو جميل. وبعدين اخر حاجه هنضيف عليها شويه فستق، شويه بندق، شويه لوز، شويه من السوداني. ما تاخدوش كلامي انا مقياس قوي، يعني اللي انتوا عندكم في البيت استعملوه. هنجيب ده كده جنب ده، يبقى انا كده طبقنا التاني، ونشيل كل المكونات دي كده اهو نبعدها عشان خاطر الوقت. اخر حاجه الفطيره بقى، كان نفسي اعمل لكم شويه صوص معاها بس مش هينفع، لان انا هاخدها كده وهاجي افتحها قدامكم واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي، ونحط عليها اللوز وشويه القرفه زي ما وعدتكم، وبالهنا والشفا اهو. نيجي كده بالسكينه عامله زي البقجه، عارفين البقجه؟ طبعا ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه بقجه، صح؟ اهو شفتوا بقى ده شكلها من جوه، اللوز على وشها كده ايوه بتاعت الراجل شويه قرفه كده اللي زي حالاتي انا جميل اهو. ونقول لكم اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. كان النهارده عشان بس اول يوم في دربكه زي ما انتم شايفين، لكن من بكره ان شاء الله انا اوعدكم ان نعمل حاجات كلها تبقى عند حسن الظن، وناخد كل اتصالاتكم واستفساراتكم ونعمل لكم اللي انتوا عايزينه. محدش يروح في اي مكان، دايما تابعونا على صفحه زانوسي 149 هو الرقم الوحيد المعتمد في جمهوريه مصر العربيه في الوطن العربي. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم بكره في ثاني يوم رمضان نعمل لكم حاجات مميزه. كل سنه وانتم طيبين، اسعدتوني بتواجدكم. اللي ما شافش الحلقه دلوقتي يتفرج عليها بعد المغرب مباشره على اليوتيوب على قناه زانوسي على اليوتيوب. السلام عليكم. وكل يوم أكلة جديدة، استنونا مع زانوسي.